بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنتكلم عن عمل مزرعة حنش الصيد أو ثعبان الأرض أو دود ويجلر أو دودة الأرض أو الثعبان الأحمر الأرضي. طبعا بنجيب برميل ونشقه إلى نصين، كل نص ونضع فيه مخلفات المنزل، ورق الأشجار، مخلفات الأكل والشرب ما عدا اللي فيها الزيوت والدهون وما عدا الماء اللي فيه كلور. ربع كيلو يكفي إلى برميل. طبعا من الثعبان ده بنسرسبه في طبعا البرميلين النصين، نرشه بالماء للترطيب، ماء معدني او ميه بحاري اللي هي ميه نهر او بعيد عن ميه الكلور. طب حنش الصيد ده يحول المخلفات الى فيرم كومبوست. طبعا فيرم كومبوست ده غني بالعناصر الصغرى والكبرى، طبعا من الاسمده العضويه المفيده للزراعه النظيفه. يحول طبعا الفيرم كومبوست دوت طبعا عن طريق المعدة الحيوان. عمل طبعا عمر المزرعة 3 شهور. بناخد المخلفات اللي طبعا الفيرم كومبوست اللي طالع بنبيعه، او ونبيع برضو بعض التكاثر التعبان اما بيتكاثر. طبعا بنبيع التعبان ده لمزارع صيد السمك، او اكسار مزارع او تكبير المزارع بطريقة اخرى. طبعا بنبيع الكمبوست طبعا، ونبيع الحنش الصيد الزائد. وبعد كده بناخد من بعد الدورة ديت بننظف البراميل كويس، ونبدأ ناخد كمية من 8 كيلو تمن على نص برميل، ونبدأ نعيد الزراعة مرة أخرى بعد أن نبيع. طبعا بعد ما نبيع الإيه الفيرمي كومبوست ده سماد عضوي، ونبيع حنش التعبان دوت للجماعة بتوع صيد الأسماك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.